بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهارده تاني حصة في جزء دكتور طارق. هناخد السكيزوفرينيا. في ناس بتسميها سكيزوفرينيا صح، في ناس هتسميها شيزوفرينيا صح، في ناس هتسميها سكيزو الكتيف ديس اوردر او بتسميها شيزو الكتيف ديس اوردر صح. وبالعربي هي معناها انفصام الشخصية. انفصام الشخصية هو عبارة عن اني الاقي مالتيبل او سبلت في البرسوناليتي، يعني كذا شخصية في شخص واحد، او معناها الحرفي سبلت في البرسوناليتي، او بنقول سبلت في المايند، في انفصام في التفكير، تفكيره مش ثابت على حاجة واحدة. ده كده معنى كلمة سكيزوفرينيا. يتميز السكيزوفرينيا بقى الكاركتر بتاعته بست حاجات. اول حاجة انه مش قادر يفرق بين الحياة الواقعية ريال والان ريال. طب ازاي؟ لما ناخد كمان شويه سكيزوفرينيا، مريض هذا السكيزوفرينيا بيكون عنده هالوسينيشن، ومن انواع الهالوسينيشن هنسميها فيجوال هالوسينيشن، يعني بيشوف حاجات مش موجوده. من كتر ما بيشوف حاجات مش موجوده وصل لمرحله انه ما عادش عارف يفرق الحاجه اللي قدامه دي هل هي بتحدث حقيقي ولا هي مجرد هلوسه. دي اول مشكله. اللي عنده المشكله دي اكيد عنده التفكير مش تمام، الثينك بتاعه مش تمام، مش قادر يفكر كليرلي، دايما مشتت. خلاص انت متخيل انك في مكان واحد ما عادش عارف هو عايش، ده اللي شايفه ده حقيقي ولا مش حقيقي، حلم ولا خيال، حقيقه ولا خيال، حلم ولا في الواقع. كل ده بيؤدي لانك عارف تفكر كويس. وكمان هتلاقيك في الفانكشن بتاعتك مش عارف تعمل اي حاجه، الفانكشن بتاعتك مضروبه، انت لا عارف تفكر كويس ولا عارف تفرق بين الحقيقه والخيال، فبالتالي انت مش قادر تعمل اي فانكشنز. وكمان هتلاقيك في الريليشنز مع الاخرين مش قادر تتواصل معاهم ولا قادر تعمل كوميونيكيشنز. انت اصلا اللي قدامك مش متخيل هو حقيقي ولا خيال، اكلمه ولا ما اكلموش، لدرجه انك ما عدتش خلاص مش قادر تعمل كوميونيكيشن مع المجتمع. كمان هتلاقي عندك مشكله في مانج الايموشنز. لما نتكلم كمان شويه فيها في السكيزوفرينيا هنقول من السيمتومز بتاعتها ان الايموشنز انت مش عارف تعبر عنها. بتروح جنازه تلاقيك بتضحك، تروح فرح تلاقيك بتعيط، حصل حد قال لك خبر مفرح تلاقي تعبير وشك مفيش، مش قادر تعمل مانج الايموشنز بتاعتك. وبالتالي بالتاكيد بعد الاعراض دي enable to take care of yourself. طبعا مستحيل تاخد بالك من نفسك لو انت عندك كل المشاكل دي بنسميها الكاركترز بتاعت السكيزوفرينيا. في حاجه بقى الابيديمولوجي، ودي الدكتور طارق بيحب يسال فيها. ايه الابيديمولوجي دي؟ الابيديمولوجي يعني يقول لي ان نسبه حدوث هذا المرض في الناس هي 1%. مهم جدا، وده بيتسال عليه في الامتحان دكتور طارق، بيقول لك الابيديمولوجي اوف سكيزوفرينيا از كام؟ 1%. 1% من الناس بيجي لهم سكيزوفرينيا. طيب حلو يا دكتور طارق، ال 1% دول اعمارهم عامله ايه؟ هل هو فوق ال 65 زي الزهايمر ولا اصغر؟ قال لك لا دول اصغر، اعمارهم صغيره من 16 ل 35. طب يا دكتور طارق بالنسبه للتشيلدرن، قال لك رير. تشيلدرن بيكون رير، نادر انك تلاقيه سكيزوفرينيا في الاطفال. العادي انك تلاقيه في سن المراهقه والشباب 16 ل 35. ده كده بالنسبه للابيديميولوجي. نيجي بقى نتكلم على السيمبتومز. السيمبتومز واحنا بنقسمها كده هنقسمها الى بوزيتيف سيمبتومز ونيجاتيف سيمبتومز. هذه البوزيتيف سيمبتومز هي اللي بتيجي الاول فبنسميها اكيوت، لكن النيجاتيف سيمبتومز بتيجي متاخر وبتكون كرونيك. هذا الاسم الثاني. بالاضافه للنيجاتيف سيمبتومز ليها اسم كومون كده اسمه نيجاتيف ريزم. يبقى عندي البوزيتيف هي الاكيوت هي اللي تيجي الاول، النيجاتيف هي كرونيك وبنسميها نيجاتيف ريزم. الاكيوت ديت او البوزيتيف البروجنوسيس بتاعها جود بروجنوسيس وهيستجيب كويس للعلاج، على عكس النيجاتيف سيمبتومز لو لقيتها اعرف ان الحاله اللي قدامك دي باد بروجنوزز، وان الاستجابه للادويه الانتي دراج اللي هناخدها بور بروجنوزز، الاستجابه مش كويسه. طيب بالنسبه للبوزيتيف سيمبتومز هم مين؟ قال لك البوزيتيف سيمبتومز هم اربع حاجات: هلوسه، هالوسينيشن، ضلالات، ديلوجن. هناخد الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. ثالث حاجه اللي هي الكلام بتاعي بيبقى disorganized.
speech كلامي مش مظبوط، وهناخد انواع الكلام اللي مش مظبوط. واخر حاجه بيكون عندك aggressive behavior. نخلص الاجريسيف behavior عشان هي عليها كلمتين بس. ان الاجريسيف behavior ده بيكون عصبيه من غير اي سبب، تلاقيك بس بتتعصب وخلاص. كده احنا عرفنا البوزيتيف سيمبتومز. النيجاتيف سيمبتومز هي مجموعه من الاعراض مش سبيسيفيك قوي، فهناخدها كمان شويه مع بعض. نبدا بقى ناخد البوزيتيف سيمبتومز بالتفصيل واحده واحده. اولهم هو الهالوسينيشن، الهلوسه. الهلوسه اول حاجه لازم نقول انها بتضم الفايف سنس، فايف سنسز، يعني الحواس الخمسه. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون اوديتوري، يعني سماعيه، هتسمع حاجات. ممكن تكون فيجوال، ودول اهم نوعين عندي، الباقي مش مهمين. اللي هو بقى إيه؟ انك تشم حاجه مش موجوده، إيه اللي هو اللمس، تحس ان حد لمسك وهو مفيش حد اصلا، إيه انت ما اكلتش وتحس بطعم اكل في بقك، اللي هم الحواس الخمسه بتوعنا مش مهمين قوي. المهم تعرف ان الهلوسينيشن بتضم الحواس الخمسه. يهمني منهم الاوديتوري، ولها اسم تاني نسميها الهيرنج هلوسينيشن، وديت انك بتسمع اصوات تفتكرها حقيقيه ولكن في الواقع هي في دماغك انت بس. فيجوال انك تشوف حاجات تعتقد انها حقيقيه لكن انت بس اللي بتشوفها لانها غير موجوده. ده كده فكره auditory and visual. الفيجوال ده بيكون كومن، لكن الموست كومن هو الاوديتوري. موست كومن. تلاقي مريض الاسكيزوفرينيا اصلا يقول لك انا سمعت واحد قال لي في وداني هاتف اخبرني ان اعمل كذا. طبعا ده كلها بيكون موجوده فقط في دماغه، في المايند بتاعه بس، مش حقيقيه. ويحس انها حاجات حقيقيه ويحس انها فعلا واقعيه لكن هي غير موجوده خالص. ده كده بالنسبه للهالوسينيشن. اخر حاجه في الهالوسينيشن لازم تعرفها ان لو الشخص قاعد لوحده الهلوسه تزيد. فدايما ما ينصحش ان مريض السكيزوفرينيا يقعد لوحده. هتلاقي بقى هلوس وجاب حاجات كتير خالص والحاله تسوء اكتر. فلا ينصح ان مريض السكيزوفرينيا يبقى قاعد لوحده. تمام، حلو. ده كده بالنسبه للهلوسه. نيجي بقى للضلالات او بنسميها delusions. delusions ديت عباره عن 4 انواع. delusion of persecution، ودي اللي هي الاضطهاد. الاضطهاد تحس ان الشخص اللي قدامك يقول لك حاسس انه مضطهد، هنتكلم عنها دلوقتي. او الشخص اللي قدامك ده اللي عنده سكيزوفرينيا يحس انه محور الكون، فبنسميها delusion of reference. reference اللي هي مرجع، هو محور الكون. او يحس ان مفيش حد قده، فبنسميها delusion of grandeur، جنون، اللي هي بالغرب يعني بارانويد، اللي هي العظمه. اخر حاجه اللي هي delusion of control، يحس ان حد بيتحكم بيه او افكاره بتتنقل للناس زي ما هنتكلم دلوقتي. نيجي على اول واحد اللي هي الاحساس بالاضطهاد. بتكون الافكار عنده بيزار، غريبه، او بنسميها فاجو، يعني الافكار اللي هي جايه له كلها افكار غريبه لا يستوعبها العقل. زي إيه؟ ان في اشخاص عايزين يموتوه، جيت اوت هير اور هيم، يموتوه. او يحس انه حماته عايزه تسممه او مراته عايزه تسممه براديو اكتيف ماتيريال، بماده مشعه جايه من حنفيه الحمام. يعني اللي هي افكار غير منطقيه نهائيا، دي بنسميها الاضطهاد. هتلاقي في الكتاب او في الورق مكتوب عندي my brother trying to poison me by radioactive material، جايه من التيب ويلتون. كمان يحس انه تحت مراقبه البوليس على طول، بنسميها under police surveillance. يبقى ما يميز الشعور بالاضطهاد ان دايما البوليس مراقبه وشايفه، وان في حد عايز ينال منه زي حماته او مراته او اخوه عايز يموته، سواء بقى بزغنيح او ماده مشعه عايز يحطها له في الاكل. وكمان لو ماده مشعه يقول لك ممكن ده جاي من الحنفيه بتاعت الحمام، طبعا مفيش ماده مشعه جايه من حنفيه الحمام. الريفرنس، الريفرنس ده المحور الكون، اللي هو بيقول لك كل الانفايرمنتال ايفنت، اي حاجه تحصل في الطبيعه او في البيئه، لا دي بتدور عني ولها ميننج عندي، لها بيرسونال ميننج. تلاقي قاعد قدام نشره الاخبار، المذيع بيتكلم مع المذيعه في موضوع ما، يقول لك لا دول بيتكلموا عني، دول جايبين في سيرتي، اللي هو لا مفيش الا انا في الكون كله وانا محور الكون.
زي بيرسون ام تي في بيرسل رسائل خاصه لي من خلال التلفزيون، طبعا ده مستحيل يكون. تمام. تمام. جرانديول، جنون العظمه. يقول لك اول حاجه يا اما عنده unusual باور. يعني ايه unusual باور؟ يعني بيقول لك انا اقدر اطير من غير جناحات، من الاخر انا اقدر اطير من غير جناحات، او انا مفيش مني، انا راجل فيموس زي نابليون. يبقى انا يا اما زي نابليون محدش قدي، يا اما انا لا اقدر اطير من غير جناحات. طبعا كل ده خيالات، ضلالات، هو مقتنع بيها وشايفها صح، وهي حاجات غير منطقيه بالمره. delusion of control. delusion of control يقول لك لا ده بتهمني في الافكار، الثوتس. يعني ايه؟ يقول لك والله السي اي اي سرقت افكاري، او في انسرشن، حد زرع الافكار دي في دماغي، حد جاء الافكار اللي انا بقولها وجايه في دماغي دي حد اللي زارعها، مش افكاري انا الشخصيه. او يحس انه لما يفكر في حاجه كل اللي حواليه سمع الافكار بتاعها، ان افكاره بيحصل لها ترانسميشنز تو الاذر. كده هي انواع الديلوجنز. يا اما ديلوجن اوف بيرسكيوشن، البرسكيوشن ان حد عايز يموته، ريفرنس ان هو محور الكون اللي في التلفزيون اللي بيبعت له اشارات، جرانديور انا نابليون واقدر اطير من غير جناحات، كنترول هي افكاري بتتسرق يا جدعان. نيجي على تالت positive symptoms اللي هو disorganized speech. disorganized speech، كلام غير منظم. كلام غير منظم ده بيضم 4 أنواع. ناخدهم من الأسهل. كلانج. كلانج ده يعني أنا بقول كلام ملوش أي معنى. يعني أقول بطة، وزة، مية، لحمة، فرخة، اللي هو كلام غير معنى على رتم ثابت، اللي هو بنسميه السجع، بس لازم يكون meaningless، ملوش معنى. ان شاء الله في بعد كده قدام هناخد في البايبولار ديس اوردر حاجات ليها سجع لكن له معنى، هنا بيكون meaningless rhythmic word. زي ما عندنا المثال في الورق I said the bread and read the shed the bed، كلام ملوش اي معنى لكن على سجع كويس. كمان تمام. تاني حاجة بنسميها perseveration. perseveration. perseveration دي يعني ايه؟ يعني بيكرر الكلام، هو ماسك كلمة أو جملة قاعد يكرر فيها، زي العيل الصغير ما 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 مية 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 مية، عايز أشرب عايز أشرب عايز أشرب عايز أشرب. تلاقي مريض سكيزوفرينيا قاعد يكرر في الجملة بتاعته أو في الكلمة بتاعته كل شوية. تالت unorganized أو disorganized speech بنسميها neologism. neologism يعني كلمة نيو يعني حاجة جديدة، هي ان او دبليو بس هنا كأنها كلمة جديدة. نيو يعني ايه؟ بيقول لك انا عندي كلمات معينة لها معاني عندي انا بس. زي ايه؟ والله ده شاف صاحبه، يقول لي لا صاحبي ده اسمه رقم 7، هو كده. انا ناس صحابي اساميهم ارقام، ده رقم اسمه رقم 7، ده اسمه رقم 5، ده اسمه رقم 3، هو مقتنع بكده. مش لازم اشخاص، ممكن حاجات. مثلا عنده كلمة موبايل دي يعني ايه؟ يعني رقم 5، يعني ما اقول لك 5 يعني ايه؟ هات رقم 5 يبقى هات الموبايل، ده كده معناه. او يدي اسماء الايام لاصحابه او الحيوانات، لاقي كلب يقول لها ده اسمه فرايداي، هذا كلب فرايداي، ما يقولش كلب، يقول فرايداي. هو مقتنع ان هذا الكلب، هذا الكائن اسمه فرايداي، اسمه فرايداي، هو فرايداي. حلو. حلو. نيجي بقى لايه؟ رابع نوع، اللوس لوز اسوشيشن. تلاقي الكلام يعني معناها غير مترابط، تلاقي شافتنج من توبيك لتوبيك، تلاقي والله بيتكلم مثلا في الاحتباس الحراري، فجأة تلاقيه بيقول لما كنت في الحضانة أنا كنت بعمل، شوية تلاقيه شطح في موضوع تاني. بينتقل من توبيك لتوبيك، وكل التوبكس ما فيش كونكشن بينهم. يعني في ناس مثلا تبدا تتكلم في الاحتباس الحراري بعدين يخشوا في شويه سياسه بعد كده شويه اقتصاد، لا لا، ده تلاقيه يقول لك فاكر انا لما كنت في الحضانه، وشويه تلاقيه بيكلمك في احتباس حراري، تلاقيه كل شويه رايح في حته. كمان لو دخل كونفرسيشن، دخل محادثه مع شخص قدامه، تلاقيه مش عارف يجري المحادثه، تلاقيه خلاص دخل كلمتين ثلاثه وقال لك انا ما عدتش عارف اكمل المحادثه معاه ولا نقاش مع الشخص اللي قدامي. حلو. او لو اتسال سؤال تلاقيه بيرد بجواب غريب خالص او جواب كلمتين. يعني مثلا يعني هو مش مثال صح، يعني دخل انت بتخش في امتحان مثلا، السؤال بيسالك على حاجه في الالزهايمر وانت قاعد تجاوب على حاجه في السكيزوفرينيا ومقتنع انها صح.
ده مثال بس مش حقيقي يعني. فبيقول ان الاستجابه للاسئله الرد عليها بيكون يا كلمه شورت يا اما بتكون disconnect ريبليس للبتاع للكويشنز، يعني كويشنز باجابات غير متصله ليس لها علاقه بالسؤال. رابع بوزيتيف سيمبتومز قلنا عليها الاجريسيف بيهيفير، وقلنا ان هذا الاجريسيف بيهيفير بيكون without cause. نتكلم بقى على النيجاتيف سيمبتومز او اللي سميناها كرونيك سكيزوفرينيا او زي ما سميناها نيجاتيفيزم. هتلاقي كاتب لك جنبها كده 2 ايه بعدين 4 لاك واخيرا اي اف. الكلام ده يعني ايه؟ 2 ايه عشان نخلص منها بنسميها appearing withdrawal، يعني ايه؟ بينسحب من ان الناس تشوف. appearing withdrawal ما عادش يخرج، ما عادش ينزل، ينعزل في الاوضه، عشان نفرق بينها وبين social withdrawal كمان شويه. appearing withdrawal ده ما بينزلش الشارع، بينسحب ينعزل في اوضته ويقعد فيها، دي بنسميها appearing withdrawal. طب تاني ايه؟ اسمها apathy. ايه يعني apathy؟ apathy يعني فقدان شغف، loss of interest في اي حاجه في الحياه. بس ده معناه. هناخد كمان شويه حاجه في اللاك نفس الكلمه، بس الدكتور طارق بس ايه بيقول apathy والثانيه بيفصلها لوحدها. يبقى كده appearing withdrawal وapathy دول اللي بنسميهم 2A. يتبقى تعالى ناخد الاي اف ونخلص منها. الاي اف بنقول اي يعني impairment، مشاكل في take care of himself، مش قادر يعتني بنفسه، يبقى impairment في انه يعتني بنفسه، مشكله في الاعتناء بالنفس impairment. الاف fluctuation في المود. يعني ايه fluctuation في المود؟ تلاقي الشخص ايه شويه سعيد شويه حزنان شويه كئيب شويه اسعد خلق الله، مفيش مود ثابت. تلاقي ديبريشن فجاه ومكتئب وعايز ينام، فجاه تلاقي انكزايتي وانسومنيا ومش عارف ينام. ده بنسميهم 2 ايه اي اف. نيجي بقى على 4 لاك ونركز مع بعض كده، ناخدهم من الاسهل والاصعب. اول حاجه lack of insight to her or her ايه للإلنس عموما، هي او her. يعني بنقول lack of insight للإلنس، يعني تيجي تقول له انت عيان يا ابني شوف دكتور، يقول لك مش شايف زفت دكتور. تقول له يا ابني انت عيان، يقول لك انا مش متزفت عيان. غير مقتنع نهائيا انه عيان، شايف ان كل ده طبيعي وده كويس وان انتم مأفورين وعايزين تودوا للدكتور وخلاص. هو يقول لك انا مش مريض، اروح للدكتور ليه؟ ده كده بنسميه lack of insight into his or her illness. تمام. كمان lack of drive. drive هنا مش قيادة عربية، drive هنا القيادة نفسها اللي هي أخذ القرارات، تنظيم عمل جماعي، توزيع أدوار، مش قادر يعمل الحاجات دي، فبنسميها lack of drive. في بقى اللي هي apathy نفس الكلمة، بنسميها lack of interest في الورد، ما عادش مهتم بأي حاجة تحصل في العالم. والله بقى اقتصاد يقع، سياسة تتغير، ثورة تحصل، انتخابات تحصل، يوم وطني، يوم قومي، يوم 6 أكتوبر، يوم تحرير سيناء، شم نسيم، عيد فطر، عيد أضحى، كل ده مش فارق معاه خالص. lack of interest في أي social event. بنسمي lack of interest دي كمان ليها اسم تاني بنسميها social withdrawal. ايه فرقها وبين appearing withdrawal؟ appearing withdrawal هو ما بينزلش للناس، منعزل في اوضته مش عايز حد يشوفه. social withdrawal هو ممكن ينزل لكن مش هيتعامل مع حد. ممكن يروح حفله عائليه لكن ما دام فيها سوشيال وفيها كوميونيكيشن وفيها حاجات دي يقول لك انا مش رايح الحفله دي خالص. فهي دي فرقها عن الابيرنج withdrawal، انه بيكره الحاجات اللي فيها اجتماعات من الاخر. حلو. حلو كده احنا خلصنا 3 لاك. اخر لاك بقى اللي هي lack of emotional expression. emotion يعني تيجي تكلمه تبص في وشه كده، لا انت عارف هو فرحان ولا سعيد ولا كأبان ولا حزنان ولا خايف، مفيش اي ملامح على الوش خالص. غير كده نبرة الصوت ثابتة ما بتتغيرش، فلات مونوتونس، يعني ثابتة خالص ما تديلكاش اي معلومة. اهو صوته ده في ناس كده تقول صوتك ماله متغير، ده مفيش، نبرة واحدة ثابتة، لا انت عارف هو حزين ولا مبسوط. كمان في حاجه اسمها ايموشنال بلانتنج. يعني ايه ايموشنال بلانتنج؟ ايموشنال بلانتنج تلاقي بقى الايموشن بتاعته مضروبه، انا رايح جنازه اضحك، انا رايح عزا اضحك، رايح فرح لا حركه اعيط. هي دي بنسميها ايموشنال بلانتنج.
واهم ميزه في الايموشنز هي الاي كونتاكت، لاك اوف اي كونتاكت خالص. تيجي تتكلم معاه تلاقيه قاعد يبص يمين شمال، يبص في السقف، يبص تحت، مفيش اي حاجه خالص. زي فيلم الفيل الازرق. فيلم الفيل الازرق كان الشخص اللي كان لابسه العفريت كان يجي يتكلم مع يحيى، الشخصيه كانت يحيى، مفيش، تلاقيه قاعد يبص فوق يبص تحت خالص، مفيش اي اي كونتاكت. لذلك ان الدكاتره هناك شخصوه سكيزوفرينيا لو احنا فاكرين الفيلم. كمان في فيلم اسف على الازعاج الانسايد تو النس، كانت ام احمد حلمي كل شويه عايزه توديه للدكتور، واحمد حلمي يقول لا انا مش عيان عشان تروح للدكتور. فكان ده lack of insight to illness. كده احنا اتكلمنا على نيجاتيف سيمتومز، عرفنا ان هي اسمها كرونيك او اسمها نيجاتيفيزم، وانها حاجات اي نعم مش سبيسيفيك قوي، لكن لما تظهر يبقى انا كده خلاص البروجنوزيس بقى بور، كده كمان الانسايكوتيك دراج افكت بتاعها هيقل. اتكلم على التايبس بتاعت سكيزوفرينيا او تايبس اوف سكيزوفرينيا. تايبس اوف سكيزوفرينيا بنقسمها الى 4 تايبس. اول تايب عندي بنسميه كاتاتونيك. تاني تايب بنسميه ريزيدوال. تالت تايب بنسميه بارانويد. واخر نوع بنسميه ديس اورجانيزد. ايه الفرق بين الانواع دي؟ نبدا ناخدهم واحده واحده. كاتاتونيك فيها انخفاض في حاجتين: انخفاض في الموتور اكتيفيتي، يعني مفيش موفمنت، فيري ليتل موفمنت. كمان الاستجابه للتعليمات مفيش، بيقل عندي ريسبونس للانستراكشنز، يعني تلاقي الشخص ما بيسمعش الكلام ولا يستجيب للتعليمات، والموتور اكتيفيتي عنده والموفمنت قليل. يتميز هذا الكاتاتونيك انه يحدث فيه حاجه من اثنين، او ممكن يحدث في البوث. اول حاجه ايكو لاليا وايكو براكسيا، او ممكن يحدث الاثنين، ممكن يحدث واحده منهم او يحدث البوث. ايكو لاليا يعني ايه؟ تقليد. ايكو يعني تقليد، كلمه ايكو تقليد، يبقى مايميتك لايه بقى؟ ايكولاليا ديت بيقلد اصوات الحاجات اللي حواليه، مايميتنج للساوند. انما ايكوبراكسيا بيعمل مايميتنج بس للموفمنت. ده الفرق بينهم. يبقى ايكو يعني تقليد، يا اما يقلد الساوند، ممكن نربط لاليا بكلمه بليلى، ليلى صوتها حلو فبيقلد الساوند. براكسيا يبقى بيقلد الموفمنت، يبقى يا يقلد اصوات الحاجات اللي حواليه، يا اما يقلد حركات الناس اللي حواليه. في ناس مثلا مريض السكيزوفرينيا يقول لك تلاقيه يقلد مشيه البطريق، او يقلد صوت عصفور، او يكون عنده الاثنين. ده كده بالنسبه للتايب الاولاني اللي هو كاتاتونيك. ثاني تايب اللي هو الريزيدوال. الريزيدوال ده بيكون عندي لونج تيرم اوف نيجاتيف سيمبتومز ورير بوزيتيف سيمبتومز. لكن عشان اقول ان هذا المرض سكيزوفرينيا لازم يكون عندي بوزيتيف سيمبتومز في لحظه ما. ان كان عنده عاش 30 سنه بالنيجاتيف سيمبتومز، فلا بد ان في يومين 3 5 حدث عنده البوزيتيف سيمبتومز. لذلك بنقول ان هذا الشخص اللي عنده ريزيدوال ممكن يعيش فترات طويله without positive symptoms، وكمان without psychotic symptoms اللي هي اعراض سكيزوفرينيا، عادي جدا لفترات طويله. لكن لابد عشان اقول ان ده دايجنوزس، زي ما قلنا لازم اعتمد على البوزيتيف والنيجاتيف، لازم يكون عندي positive symptoms في مرحله ما من تاريخ هذا المرض. بارانويد. بارانويد الاسم بتاعه اصلا اللي هو العظمه، وزي ما قلنا من انواع الديلوجن كان الديلوجن اوف جرانديور، فبنقول ان ده موست كومن. ده اول حاجه لازم نعرف ان هو الموست كومن البارانويد، وبيكون هو عباره عن ديلوجن، عنده ديلوجن او ليها اسم ثاني بنسميها فولس بليفز. يعني زي ما قلنا يحس انه فيموس از نابليون، او يحس كمان انه يقدر يطير من غير جناحات، ده بنسميها بارانويد اللي هو جنون، مش جنون العظمه هنا، سكيزوفرينيا او انفصام الشخصيه العظمه، يعني اللي فيه يحس بالعظمه، وهو نوع من انواع الديلوجن اصلا اللي هي فولس بليف، وهو الموست كومن تايب لسكيزوفرينيا. اخر نوع اسمه ديس اورجانيز او بنسميه هيب فيرينيك. يعني ايه ديس اورجانيزد او هيب فيرينيك؟ بقول لك من اسمها ديس اورجانيزد يبقى عندي البيهيفير مش تمام، او الكلام زي ما قلنا من
بوزيتيف سيمتومز هي unorganized speech، يبقى يا unorganized behavior يا unorganized speech. كمان ممكن يحدث حاجه من النيجاتيف سيمتومز اللي هي disturbance في الايموشنز اكسبريشن، تلاقي تعبيرات الوش وتعبيرات الفرح والزعل والحاجات دي مش واضحه. واخر حاجه ما دام ظهر حاجه من النيجاتيف سيمتومز هنا يبقى هو عباره عن بور بروجنوز، يعني استجابته للادويه قليله. يبقى كده الانواع عندي كاتاتونيك ريزيدوال اند بارانويد وديس اورجنايزد. كاتاتونيك بيقلل الموتور ويقلل الريسبونس، ايكولاليا صوتها يتقلد، ايكوفراكسيا يقلل الحركه او يكون عنده الاثنين. ريزيدوال لونج تيرم اوف نيجاتيف سيمتومز لازم يكون عندي بوزيتيف سيمتومز في مرحله ما مع انها رير، واحيانا ممكن يعيش من غير اعراض بوزيتيف ولا اعراض سايكوزيس اصلا. بارانويد ده اكتر حاجه كومن ويتميز بوجود ديلوجن او الفولس بليفز. ديس اورجنايزد يسميها هيبافيرينيك. ايه هيبافيرينيك دي؟ يا اما ديس اورجنايزد بيهيفير، ديس اورجنايزد سبيتش، او ديس اورجنايزد ايموشنز. ولاني جبت سيره الايموشنز اللي هي من النيجاتيف سيمتومز فهو ان شاء الله هيكون بور بروجنوسيس. نيجي بقى للدايجنوزيس اوف سكيزوفرينيا. ازاي نشخص سكيزوفرينيا؟ قال لك انا عندي مدرستين في الدايجنوزيس اوف سكيزوفرينيا، ودكتور طارق بيسال في المدارس دي. مدرسه اسمها اي سي دي، ومدرسه اسمها، مش مهم المعاني، المهم الاختصار، دي اس ام اي بي اي، واللي بيجيلك في الامتحان غالبا دي اس ام. ده اول حاجه يسالك فيها ايه هما اللي بعتمد عليهم في الدايجنوزيس، ايه هما السيستم اي سي دي ودي اس ام اي بي. طيب انهي ايديشن فيهم؟ قال لك الايديشن العاشر للاي سي دي والايديشن الرابع للدي اس ام. جميل جميل، علما ان في دلوقتي ايديشن 5 بس يعني نلتزم باللي عندنا في المنهج اللي هو الفور. طيب ده اول حاجه في الدايجنوزيس، انا برجع للتو سيستمز دول. تاني حاجه انا برجع ليها هي السيمتومز بتاعتي، لازم اشوف الكلينيكال بيكتشر عشان اعرف اذا اعمل دايجنوزيس، من هشخص بسبب على الاعراض، بناء على الاعراض. قال لك اول حاجه هبص عليها في الدايجنوزيس هي البوزيتيف والنيجاتيف سيمتومز. لقيت بوزيتيف سيمتومز يبقى انا كده سكيزوفرينيا، وانا كمان في الاكويتيف فيز، والبروجنوز هيكون كويس والعلاج هيستجيب كويس. لقيت بقى حصل البوزيتيف مع النيجاتيف، لا كده احنا دخلنا في النيجاتيف فيز والبروجنوز هيبقى باد. ده اول حاجه ابص عليها. قال لك تاني حاجه لازم نبص على فاكتورز اخرى بتاثر في الدايجنوستس. فاكتورز افكتنج في الدايجنوستس زي ايه؟ قال لك الايج اوف اونست، حدثت امتى؟ لو هو تشايلد اقل من 16 اقول لها رير، ما اعتقدش استبعد كده، بدايه ابدا استبعد السكيزوفرينيا. لو لقيته في العمر من 16 ل 35 اقول لا فعلا احنا ممكن ده سكيزوفرينيا، طبعا بعد البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز. انا باكد دلوقتي اسمها فاكتورز افكتنج، بيننا وبين بعض بنسميها تاكيد. تاني حاجه نبص عليها ريبورت في التشايلد هود. تشايلد هود زي مثلا هل الشخص ده كانت طفولته كويسه ولا لا؟ هل كان في تنمر كتير عليه في طفولته؟ لان مثلا التنمر ده بيزود فرصه حدوث البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز ويحفز حدوث سكيزوفرينيا. فلازم اشوف ريبورت على تشايلد هود، طفولته كانت عامله ازاي. ابص على الاداء بتاعه في الشغل الاقيه بور وورك، مش قادر يعمل شغل، او بايه كسلان، فاقد الشغف. احنا قلنا ان فاقد الشغف في كل حاجه، فاكيد فاقد الشغف في الشغل، فهتلاقي البرفورمانس بتاع الورك بتاعه مفيش، الورك بتاعه منتهي خالص. كمان زي ما قلنا سوشيال وذرول، هلاقي عندي سوشيال ايزوليشن، الاقي بيحاول ينعزل عن الناس. ديت لما الاقي شخص بينعزل عن الناس اداؤه في العمل بقى سيء. تشايلد هود تعرض للتنمر او للتحرش، ده بيزود فرصه حدوث سكيزوفرينيا. فاميلي هيستوري، لان من الكوزز لما كمان شويه هناخدها هنقول جينيتكس. من الجينيتكس يبقى عندي فاميلي هيستوري، لو حد من العيله كان عنده سكيزوفرينيا فاحتمال انه يكون عند الشخص ده سكيزوفرينيا. جميل. قال لك عندهم بقى هم عند الاي سي دي ودي اس ام مالناش دعوه بيها احنا، يقول لك لو الشخص ما كانش عنده لاف ستوري، يعني هاف نو لاف ستوري او سيكشوال ريليشن شيب، ده الحاجتين دول يقول لك انها بتزود فرصه حدوث سكيزوفرينيا. كمان بيقول لك ان الشخص عندي البيهيفير بتاعه ديس اورجنايزد، لو لقيت الشخص ديس اورجنايزد بيهيفير، البيهيفير بتاعه مش طبيعي مش متنظم، والايموشنال بلانتنج اللي هي من النيجاتيف سيمبتومز بدات تظهر، اقول لا كده ان شاء الله هو غالبا عنده سكيزوفرينيا. كمان اخر حاجه اللي هي بنسميها الانفايرومنتال منتال
كوزز ايه الانفيرمنتال كوزز او الحاجات دي؟ انا اشوف هل هو عايش في حياه مليئه من الضغوطات، لان الضغوطات زي ما هناخد كمان شويه برضه هي بتزود من حدوث الاسكيزوفرينيا. وكمان اشوف السوشيال كونديشن بتاعته، يعني السوشيال كونديشن ديت اللي هو هل هو متزوج ولا غير متزوج، هل بقى اللاف ستوري، سيكشوال هيستوري، ريليشن شيبس، الحاجات دي ايه ببص عليها اللي هي السوشيال كونديشن. كمان بنبص على المجتمع نفسه، هل المجتمع اصلا مجتمع توكسيك؟ فالمجتمع توكسيك ممكن يعمل سكيزوفرينيا، ولا المجتمع بتاعه لا جرين فلاج الدنيا حلوه. على حسب الحاجات دي بتاثر على الدايجنوستس. يبقى المين حاجه عندي، المين في الدايجنوستس هو البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز. في حاجات بتاثر، يعني انا لو لقيت بوزيتيف ونيجاتيف سيمبتومز والايدج اقل من 16 اقول لا ممكن استبعد سكيزوفرينيا افكر في حاجه ثانيه. لقيت التشايلد هود بتاعته كانت عنب وحلوه، لا ممكن استبعد. الورك بتاعه لا الراجل شغوف وقاعد شغال زي الفل، لا ممكن استبعد سكيزوفرينيا مع ان عندي بوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز. فهي دي الفكره كلها، بس المين عندي هو البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز. حلو. حلو. نيجي بقى ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تيجي لمريض الاسكيزوفرينيا. مريض السكيزوفرينيا اول حاجه خالص انه احنا قلنا ان بيحصل ايزوليشن، بينعزل عن الناس. حلو. طيب اللي بينعزل عن الناس بالنسبه للسوشيال ريليشنز بتاعتي هنلاقيها بايظه، فنلاقي الريليشنز اصلا كلها بايظه، الريليشن شيب بروبلمز. يبقى دي اول كومبليكيشن عندي، ريليشن شيب بروبلمز. ريليشن شيبس بروبلمز، محدش طايقه، ما يتكلمش مع حد، ما يتعاملش مع حد، وقاعد لوحده، ففرصه انه يخش في الادمان كبيره، سواء كان ادمان الكحول او دراج ابيوز. يبقى فرصه الادمان كبيره، يبقى ده من تاني كومبليكيشن، دراج او الكحول ابيوز. حلو. حلو. كمان احنا قلنا ان الديلي فانكشن بتاعته مش شغاله خلاص، بور وركينج ريكورد، ما عادش شغال، الراجل فقدان شغف في الشغل، فخلاص هيقعد عندي الديلي فانكشن مش هيعملها. فيبقى ده تالت مشكله، ان الديلي فانكشن ما عادش عايش يعملها، فقد شغف، مفيش علاقات، مفيش ناس حواليه، مدمن. اخر حاجه يوصل لها هي السوسايدال ريسك، انه يخش مرحله الانتحار. يبقى لما يقول لي كومبليكيشن خدها انت كده بالتدريج. اول حاجه هو عنده ايزوليشن، فبالتالي مفيش ريليشنز مع الناس، بالتالي قاعد لوحده فيدمن الكحول ومخدرات. اخر حاجه بقى هو ما بيشتغلش وقاعد لوحده، الكحول، كل ده يؤدي الى suicidal risk وديلي فانكشن impairment. ندخل بقى على الكوزز اوف سكيزوفرينيا. ايه اسباب السكيزوفرينيا؟ قال لك هو ثلاث اسباب اساسيه، اثنين منهم مش مهمين ومش هنتكلم فيهم، واحد منهم مهم. قال لك نموذج الضعف. ايه نموذج الضعف ده؟ بنسميه vulnerability model. يعني بنشوف ايه الحاجات الوحشه اللي عملت المشاكل دي، بتعتمد على حاجات الانفيرومنتال ستريس. زي ما قلنا من شويه ان الانفيرومنتال ستريس بيزود الريسك فور سكيزوفرينيا، وهو من اهم الاسباب. زي ايه؟ قال لك زي البوبيوليشن دينستي، الزحمه وصوت العربيات والناس اللي رايحه جايه كتير من الاسباب اللي تؤدي الى سكيزوفرينيا. individual space، المساحه الشخصيه بتاعتك، لما تلاقي كل واحد محشور في حياتك، زي في الارياف كده، عندنا في الارياف بيتحشروا في حياتك اكتر من نفسك في حياتك، فدي بنسميها ايه؟ individual space. لو هي ناس محشوره في حياتك طبعا السكيزوفرينيا فرصتها هتكبر. سوشيو ايكونوميك ستاتس، لو حضرتك مفيش مصدر دخل، الدنيا بايظه معاك، فقران، مفيش فلوس، دي فرصه ان يحصل سكيزوفرينيا عاليه جدا. راسيال ستيتس او راشيال ستيتس اللي هي العنصريه، لما يكون الناس حواليك عنصريه عليك، متنمرين عليك، زي ما قلنا من شويه التنمر على الاطفال، العنصريه دي بتؤدي الى، او التفرقه العرقيه معنى الحرف بتاعها، بيؤدي الى حدوث سكيزوفرينيا. وركلس، انك ما بتشتغلش، عاطل عن العمل، عاطل بطال، يبقى ما فيش شغل وبالتالي فقر، فبالتالي يحصل سكيزوفرينيا. في بقى مشاكل بنسميها السكشوال ابيوز ان تشايلد هود، اللي هو التحرش الجنسي في الاطفال، لما يكون باوفر قد يدخل الشخص في سكيزوفرينيا لما يكبر. كمان الايرلي بيرنتس لوس اور سيبريشن، لو الطفل حصل انه فقد احد والديه
او حصل بينهم سيبريشن او ديفورس او طلاق او كده. كل ده بيؤدي الى ان حدوث سكيزوفرينيا في الاطفال بقى لما يكبروا اكتر. يبقى كده عندي شويه اسباب كده بنسميها نموذج الضعف. حاجه مش مهمه قوي انك تعرفها، اعرف بس انها تعتمد على الانفايرمنتال ستريس، عشان لما نعالج كمان شويه نقول لك قلل الاسترس. تاني حاجه الجينيتك موديل. هذا الجينيتك موديل عشان كده من شويه قلنا من الحاجات اللي بتاثر على الدايجنوزس هو الفاميلي هيستوري، لان بعض الجينيتكس لما يحصل فيها ميوتيشن او يحصل فيها حاجه ممكن تنتقل وتورث الى الاطفال، فبالتالي لما يكبروا يحصل لهم سكيزوفرينيا. نيجي بقى على المهم فيهم اللي هندرسه عشان هنعالج بيه والاعتماد في العلاج هيكون عليه، هو الترانسميترز ابنورماليتي. ترانسميترز ابنورماليتي اللي هو مشاكل في النواقل العصبيه، ودي اللي هنشتغل عليها. بيقول لك هو الاساسي عندي في السكيزوفرينيا ان يحصل ابنورماليتي في الدوبامين. ايه هي الابنورماليتي؟ ان يزيد عندي الدوبامين. لو لقيت الدوبامين زايد عندي يبقى انا ده هيحدث عندي سكيزوفرينيا، ده الطبيعي، زياده الدوبامين في سكيزوفرينيا. يبقى العلاج لما اجي اعالج ان شاء الله هستخدم دوبامين انتاجونيزم او بلوكرز. تمام، فبالتالي ده هيعالج عندي الحاله. لكن لو واحد مثلا عنده دوبامين اصلا زايد ورحت بذكائك الخارق اديته دوبامين اجونست، او هو كان عنده مشكله ما وكان علاجها ان ادي دواء دوبامين اجونست، هتلاقي الشخص دخل منك في سكيزوفرينيا. زي علاج باركنسونيزم ممكن تستخدم دوبامين اجونست، فلما استخدم دوبامين اجونست ان شاء الله تلاقيك دخلت ان شاء الله في ايه؟ عالجت الباركنسونيزم شلل الرعاش ودخلت في السكيزوفرينيا. حلو. حلو. بنقول بقى تعالى نقسم عندي الادويه. احنا كده خلصنا الكوزس، خلصنا الفكره العامه اللي هنعتمد عليها في التريتمنت. قال لك الانتي سايكوتيك. سايكوتيك هي نفسها سكيزوفرينيا. يبقى من الاسامي كمان السكيزوفرينيا قد تسمى بمعنى كلمه سايكوزس، فانتي سايكوتيك دراج هي انتي سكيزوفرينيا دراج. بقول لك الانتي سايكوتيك دي بتشتغل على الدوبامين ريسبتور، انا قلت لك هنشتغل على دي بلوكرز او دي انتاجونيزم. طيب الدوبامين ريسبتور دي اين اماكنها في السي ان اس؟ قال لك اول مكان ليها هو الليمبيك اريا او الليمبيك سيستم. هذا الليمبيك سيستم يحتوي على 2 ريسبتورز من الدوبامين، دي 4 ودي 2. والعالم دايما ان دي 4 ده حلو وطيب ومش شرير، دي 2 ده شرير ووحش وهيدخلني في حاجه اسمها اكسترا بايريميدال سيمبتومز. مبدئيا كده اي دواء تلاقيه بيقفل دي 2 ريسبتور قول ده شرير، بيعمل اكسترا بايريميدال سيمبتومز اللي هي اعراض شلل الرعاش اللي هناخدها في اخر الحصه. ده كده الليمبيك سيستم او الليمبيك اريا. في منطقه بنسميها اكسترا بايريميدال سيستم. اكسترا بايريميدال سيستم مش سيمبتومز، دي المنطقه. طيب دي فيها دوبامين كام؟ قال لك فيها ريسبتور دي 2، وبما ان فيها ريسبتور دي 2 هتعمل من اسمها اكسترا بايريميدال سيمبتومز اللي هي اعراض شلل الرعاش. نيجي على منطقه السي تي زي. السي تي زي عموما هي فيها دي 2 ريسبتور اي مكان الكتاب حدد، والمنطقه دي بس الفكره فيها انها عمليا وفعليا هي خارج البرين، يعني هي مش في البرين. يعني خلينا نتكلم كلام علمي شويه، هي مش في البرين، فبالتالي الدواء اللي هيشتغل عليها مش هيعمل اكسترا بايريميدال سيمبتومز. تمام. انما الايفكت اللي بيشتغل عليها هيكون انتي ايميتيك، عشان هناخد دواء من الادويه اسمه كلوبرومازين بيشتغل على الدي 2 ريسبتور الموجود في منطقه السي تي زي، فبيعديش البرين اصلا، فبيديني انتي ايميتيك ايفكت. اخر مكان هي منطقه تحت المهاد او بنسميها الهايبو ثالاموس. المشكله في ايه الهايبوثالاموس؟ ان انا لما بقفل الدوبامين ريسبتور هناك ايا كان نوعه بيؤدي الى زياده البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن. هذا البرولاكتين لما بيزيد بيؤدي الى ويت جين، بيزود الوزن، ده اول حاجه بيعملها. هذا البرولاكتين بيقلل الشهوه الليبيدو. هذا البرولاكتين يؤدي الى sexual dysfunction. يبقى كده مبدئيا كده ان وانا بعالج اخد بالي من الاكسترا بايريميدال سيمبتومز اللي بتحصل لي، اخد بالي من اللوس اوف ليبيدو، من السكشوال ديسفانكشن، من زياده الوزن.
حلو. قال لك هل الانتي سايكوتيك دراج او الانتي سكيزوفرينيال دراج تشتغل على الدوبامين ريسبتور فقط؟ قال لك لا، ممكن تشتغل على السيروتونين، وهناخد منها الاتيبيكال النيو انتي سايكوتيك دراج تشتغل على السيروتونين. طيب اللي بيشتغل على السيروتونين ده مشكلته ايه؟ قال لك هذا السيروتونين قد يؤدي الى سيديشن. طيب بيشتغل بلوكر ولا اجونست؟ قال لك بلوكر. كل ادويتنا النهارده بلوكر انتاجونست. يبقى اللي بيشتغل على السيروتونين ويقفله هيعمل لي سيديشن. طب اللي يشتغل، هل الادويه دي بتشتغل على الاتش ريسبتور؟ قال لك في ادويه منها تشتغل على الاتش ريسبتور. هذا الاتش ريسبتور كمان احنا عارفين ان هذا هو الهيستامين ريسبتور، اتش ريسبتور، فيؤدي الى سيديشن زي الانتي هيستامين دراجز تعمل سيديشن، بالاضافه الى انتي بروبورتيك اللي هي الهرش، تلاقي مضاد حساسيه هيقلل هينيمك ويودي يشيل الهرش والحساسيه اللي عندك. قال لك ممكن كمان يشتغلوا على الفا ريسبتور ويقفلوا. واللي يقفل الفا ريسبتور كلنا عارفين انه يعمل حاجه اسمها بوستشرال هايبوتنشن. وهذا البوستشرال هايبوتنشن يعني ايه؟ يعني بيحدث عندي هايبوتنشن بالفيرست دوز، فلو الدواء بتاعي عشان اعالج السايكوزس بيشتغل على الفا ريسبتور بيقفله، لازم ابدا بلو دوز وابدا ازودها واحده واحده جراديوال عشان افويد البوستشرال هايبوتنشن، لانه بيكون فلويد باي ريفلكس تاكيكارديا، ودي مشكله. تاكيكارديا لازم ناخد بالنا من الكلام ده. قال لك كمان ممكن يقفلوا لي الام ريسبتور، واللي يقفل لي الام ريسبتور يدخلني في انتي كولينرجيك سايد افكت، اللي هي زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع. زغلوله بلارد فيجن، الناشفه دراي ماوث، حبست يورين ريتنشن، جوزها جلوكوما، ابو سريع تعمل تاكي كارديا. فاحنا الادويه اللي هنشتغل عليها ان شاء الله في الحصه دي هي بتشتغل يا اما على الدوبامين ريسبتور بمختلف انواعه بقى، دي 1 دي 2 ولا دي 4. هل بيشتغل على السيروتونين؟ في ادويه بتشتغل على اتش ريسبتور، في ادويه بتشتغل على الفا، ادويه بتشتغل على ام، لكن دي بيعتبر كسايد افكتس ما عدا السيروتونين والدوبامين، دول بنستخدمهم كمين افكت فور تريتمنت. يبقى التريتمنت الاساسي عندي هو السيروتونين والدوبامين، والدوبامين اكتر من السيروتونين، لكن اتش ريسبتور الهستامين والماسكارينيك والالفا بلوكر ده يعتبر كسايد افكت. نيجي ناخد التريتمنت. احنا خدنا كده انترودكشن حلو على التريتمنت. التريتمنت بتقول لك او بيقول لك دكتور طارق خلينا نخرج منه بحاجه اسمها نون دراج ثيرابي. ايه هي؟ قلنا من الاسباب كان الاستريس، قال لك اعمل مانج الاستريس، شيل الاستريس من حياتك، لان الاستريس بيزود السيمتومز بتاع السكيزوفرينيا. طيب خد كفايتك من النوم، سليب، نام براحتك ويشبع نوم، هتقوم فايق ومبسوط والحاله تتحسن معاك، عكس ما تنام شويه صغيرين وتقوم قلقان، زي لما تنام قبل الامتحان ساعتين وتقوم جري قلقان، فده غلط. كمان بيقول لك الالكحول والدراجز ابعد عنها، لان الالكحول والدراجز كمان بتزود السيمتومز بتاعت السكيزوفرينيا. كمان من الحاجات اللي بننصحوا بيها الاكسرسايز. هذه الاكسرسايز بتؤدي لان الشخص اصلا يهدى ويريح. في ناس مثلا تقول لك انا مخنوق، تقول له انزل جيم، الجيم بيمانج الاستريس جدا، فدي حاجه حلوه جدا. كمان ممكن نقول اعمل حاجات انت بتخليك تحس او ترضى عن نفسك، do things خليك feel good about yourself. يعني انزل جمعيه خيريه، انزل تشتغل معاهم شويه، غير الجو كده، كل الحاجات ديت هتساعدك انك تقلل من اعراض السكيزوفرينيا، لكن ده بنسميه نون دراج ثيرابي، مش اساسي يعني، ده حاجات بنسميها ادجوفنت، حاجات مساعده يعني، انك ايه تمانج الاستريس بتاعك، تشوف ايه سبب الاستريس تشيله، تنام كويس، ابعد عن الكحول والمخدرات، بالذات المخدرات لان الامفيتامين كمان بيعمل مشاكل لو هي امفيتامين، المشاكل ريليتد تو السكيزوفرينيا يعني. اكسرسايز كويسه، اعمل حاجات تخليك راضي عن نفسك. تمام تمام كده. ناخد بقى الادويه. الادويه الاساسيه عندي بنقسم الادويه الى تيبيكال، خلينا ناخدها في صفحه ثانيه كده على نظافه. تيبيكال التريتمنت يا اما تيبيكال، وهذا التيبيكال هو الاولد، وهذا الاولد الريسك بتاع الاكسترا بايريميدال سيمتومز عالي مبدئيا، او بنسميها اتيبيكال، يعني ادويه جديده نيو، يعني الاكسترا بايريميدال سيمتومز قليله او تكاد تكون
غير موجوده. قال لك ما دام التيبيكال بتعمل اكسترا بايريميدال سيمبتومز، يبقى انا كده عرفت انها بتشتغل على دي 2 ريسبتور، من الاخر دوبامين 2 ريسبتور. طيب التيبيكال دي بتضم كام عيله؟ قال لك دي بتضم 3 عائلات. اول عيله اسمها الفينوسايازين، اي دواء اخره زين، كلوروبرومازين، برومازين، فلوبينازين، اي حاجه اخرها زين، حمدازين، اي حاجه اخرها زين يعتبر ممبر من الفينوسايازين. تاني عيله بنسميها بيوتيروفينون، ده اللي هي اخر حاجه اخرها برايدول، هالوبريدول، دوربيريدول، حمدبريدول، اي حاجه اخرها بريدول، ما تعبش نفسك في الحفظ. اخر عيله بنسميها ثايوزامسين. الزامسين دي عيله الشاي والقهوه، وصايو اللي هي السلفر، يعني عشان تفهم. طيب اعرفها ازاي؟ قال لك اي دواء اخره ثايوكسول، ثايوكسول اهي ثايوكسول، يعني من اسمها اي حاجه اخرها ثايوكسول. بس كده احنا خلصنا الاتيبيكال دراجز. نيجي بقى على الابيتيبيكال دراجز النيو بقى، النظيفه المحترمه الحلوه. قال لك الايه النيو دي بتشتغل على 2 ريسبتورز، دي 4 دوبامين 4، فبالتالي احنا بعيدين عن الاكسترا بايراميدال سيمبتومز. الحمد لله، دي حاجه جميله، اكسترا بايراميدال سيمبتومز. تمام. كمان بشتغل على السيروتونين، السيروتونين بنسميه 5 اتش تي. انهي واحد في السيروتونين؟ قال لك سيروتونين سب تايبز كتير، قال لك انا بشتغل على 2 اي، يبقى السيروتونين 2 اي انا بشتغل عليه. طبعا السيروتونين عرفنا انه يعمل سيديشن، واضح كده ان العيله دي بتعمل سيديشن. تمام. تمام. في انهي منطقه؟ قال لك بيشتغل على الاثنين دول في منطقه الليمبيك اريا، لسه متكلمين عنها الليمبيك سيستم، وان في اصلا اتكلمنا على ان فيها دي 2 ودي 4، فهو بيشتغل على الدي 4 اللي موجود في منطقه الليمبيك. هاز افكت على دي 2؟ مفيش افكت على دي 2، فبالتالي الاكسترا بيراميدال سيمبتوم مش موجوده، ولان الاكسترا بيراميدال سيمبتوم مش موجوده فقلنا هو الفيرست لاين. وده سؤال امتحان، من هو الفيرست لاين؟ هو الاتيبيكال نيو، بسبب ان الاكسترا بيراميدال سيمبتومز قليله. طب ليه قليله او مش موجوده؟ لانه بيشتغل على دي 4 ريسبتور وليس دي 2 ريسبتور. طب ايه هي بقى العائلات؟ قال لك انا عندي 3 عائلات. داي يعني 2 بنزودايازيبين، كلنا عارفين البنزودايازيبين بس هنقول لها ايه؟ داي بنزودايازيبين. ده مهم جدا عشان هم هندرسهم، اللي هو الكلونزابين والاولانزابين، هندرسه كمان شويه بالتفصيل، اولانزابين والاولانزابين. في بقى عائله اسمها طويل، المهم نشوف كلمه ايه بيبرازين اللي في الاخر، بنسميها داي فينايل بيوتايل بيبرازين. اعرف كلمه بيبرازين اللي في الاخر، العيله اللي فيها كلمه بيبرازين. طب العيله اللي شبه بيبرازين بتضم ايه؟ بتضم 6 ممبرز، انا يهمني فيهم تعرف الريسبيريدون، وده مهم، واخوه الزبرادون، زبرادون، دول مع بعض كده عشان هندرسهم مع بعض، ريسبيريدون وزبرادون. يهمني تعرف الكيوتابين عشان هتتسأل عليه في الامتحان، وهتتسأل كمان على الاريبيبرازول، اريبيبرازول، مش هي اسمها بيبرازين، في اريبيبرازول، ريسبيريدون مع الزبرادون والكيوتابين. كده احنا خلصنا الفاميلي بتاعتنا وقسمنا التريتمنت اللي هنتكلم عنهم، وعرفنا هنتكلم على ايه في التريتمنت. نبدا بقى ناخدهم واحد واحد كده. اول عيله بقى هناخدها اللي هي الداي بنزودايازيبين، اللي هم الكولونزابين، زابين، واولانازابين. كلوا علا كلوا علا من الاخر، كلوا علا. طبعا دول قلنا انهم نيو. طب بيشتغل على انهي ريسبتور؟ ما دام نيو يبقى بيشتغل على دي 4 ريسبتور الموجود في الليمبيك اريا مع السيروتونين 2 ريسبتور. ده اول حاجه مهمه لازم تعرفها. طب بالنسبه للدي 2 ريسبتور قال لك ويك، دكتور طارق بيقول لك مفيش، من الاخر يعني قال لك ويك او مفيش صح. تمام. تمام. طيب هل بيشتغل على الفا ريسبتور؟ قال لك نعم لهم اكتيفيتي على الفا ريسبتور، يبقى انا هتوقع ان هيحصل بوستشر هايبوتنشن، وبالتالي هيحدث عندي ريفلكس تاكي كارديا، ده طبيعي لانه قفل الفا ريسبتور.
جميل. طيب قال لك كمان بيقفل ام ريسبتور. لما يقفل ام ريسبتور على طول انتي ماسكارينيك سايد افكت زي اللي نشوف حبس الجزء ابو سريع. جميل. كده عرفنا هما بيشتغلوا على انهي ريسبتور، فاقدر اتوقع السايدز افكت بتاعتي. فاتوقعنا الهايبوتنشن، بس قال لك البوستر هايبوتنشن هنا بيكون اكسسيف قوي جدا، فبالتالي هيكون عندي اكسسيف تاكيكارديا كمان. طيب بيشتغل على السيروتونين اهو، فاكيد هيعمل سيديشن. تمام، دول اهم حاجتين. طيب يتميز الكلونزابين والاولونزابين عن اي حاجه تانية ان لهم دوز ديبندنت سايد افكت، وانه قد يحدث لدي بعض السجر، بعض نوبات الصرع لو كانت الدوز اعلى من 600، وده سؤال امتحان. ولذلك ينصح دائما بإعطاء لو كانت الجرعة أكتر من 600 مللي جرام إني أدي معاه حاجة أنتي كونفالسنت زي فالوبريت أو أدي لاميتراجين. دول عبارة عن أنتي كونفالسنت لو كانت الدوز أكتر من 600. لو دكتور طارق قال لك الدوز أقل من 600، طب الدوز أقل من 600 يبقى ما عنديش سجر، فبالتالي مش محتاج الفالوبريت ولا محتاج اللاميتراجين. جميل. من السايدز افكت كمان اللي هتقابلك هي النيوتروبينيا، ودي حاجة سبيسيفيك. هذه النيوتروبينيا حاجه خاصه بالكلونزابين والانزابين، وهذه النيوتروبينيا محتاج انك تعمل مونيتورنج للسي بي سي لان النيوتروفيل عددها بيقل. جميل. جميل. من الحاجات اللي بيعملها كمان انه بيروح على الهايبوثالاموس، لان احنا دايما نقول ان مفيش حاجه دواء في السي ان اس بيشتغل على منطقه من غير المناطق الاخرى. يعني لما اقول لك الدواء بتاعي بيشتغل على الدوبامين ريسبتور، تتوقع انه يشتغل على دي 4 في اي حته. فمن المناطق اللي فيها دوبامين 4 هي الهايبوثالاموس، والذي موجود في الهايبوثالاموس لما اقفل الدوبامين 4 اللي هناك هذا يؤدي الى زياده البرولاكتين، وزي ما قلنا من شويه هذا البرولاكتين يؤدي الى لوس اوف ليبيدو اللي هو الشهوه سيكشوال ديسفانكشن، بالاضافه الى ويت جين. تمام. تمام. بيقول لك كمان من السايدز افكت الخاصه بسيروتونين ريسبتور اللي هو 5 اتش 2 ام 5 اتش تي 2 اي ان هذا الريسبتور غير انه بيعمل سيديشن الكلام ده، الى انه بيعمل كمان بيقلل السنسيتيفيتي اوف بيتا سيل اللي في البنكرياس، فبالتالي هذه الخلايا ما تحسش ان الجلوكوز عندي عالي، فبالتالي ما تطلعش انسولين، فيقل عندي الانسولين، فيحصل عندي حاجه اسمها جلوكوز ديس ريجوليشن. سبب هذا الجلوكوز ديس ريجوليشن هو السيروتونين 2 اي ريسبتور، لانه قلل السنسيتيفيتي للبيتا سيل اللي موجوده في البنكرياس، فادى الى الجلوكوز ديس ريجوليشن. اخر حاجه تتميز بيها العيله ديت انها بتعمل مايو كاردايتس، التهاب في عضلات القلب. تمام. كولو ممكن تربط كلمة كولو انه بياكل كتير فبيعمل ويت جين. بس يعني واللي بياكل كتير يحصل له مشاكل في الجلوكوز، واللي بياكل كتير اكيد زيادة عنده في البرولاكتين عشان ده ادى الى حاجات تانية، يعني ممكن تربطه بالكلمة دي، لكن ده مش عارف. قال لي بس ايه الفرق بقى بين الكلوزابين والاولانزابين؟ قال لك ان الكلوزابين بيستخدم في حالات الريزيستنس او في حالات الريفراكتوري، وده سؤال امتحان. لما يحصل عندي ريزيستنس للاولانزابين، لما علا مع احترامي للبنات، علا مش شغاله، بنت مش شغاله، يجي الراجل كلها ياكل كلها زبين. هذا الكلوزابين بيؤدي انه يشتغل في حالات الريزيستنس او الريفراكتوري لما الست علا ما تشتغلش. كده خلصنا اول عيله عندي. نيجي على تاني عيله، هنتكلم على ريسبيريدون واخوه الزبرادون. زبرا. هذول الاثنين دول نفس الكلام، هما من النيو، يبقى اول ريسبتور هيشتغل عليه دي 4 في منطقه الليمبيك اريا، بالاضافه الى سيروتونين 2 اي ريسبتور. ده كلام جميل. بيقول لك ان له ويك اتش 2 اتش بلوكر، له بعض الافكت على الاتش 1 ريسبتور لكنه ويك جدا. ده كده يهمني في الريسبريدون والزبرا دول. في واحد اسمه كيوتابين. هذا الكيوتابين نفس الكلام كان من الجداد، فبيشتغل على الدي 4 ريسبتور،
بيشتغل على سيروتونين 2 ريسبتور، ده كلام ثابت. لكنه هنا عكس اللي فوقه، انه نعم بيشتغل على اتش 1 ريسبتور زي الفل اللي بيقفله، فممكن يعمل سيديشن. طيب بالنسبه للدي 2 ريسبتور، سواء قال لك نو افكت فصح، دكتور طارق بيقول نو افكت، لكن لو قال لك ليميتد اوكيوبنسي يعني له ليميتد اكتيفيتي قول له صح. يبقى لو قال لك ليميتد اوكيوبنسي او ليميتد اكتيفيتي او هاز نو افكت على الدي 2 ريسبتور، كيوتابين صح. جميل. اخر واحد اسمه اري بيبرازول. هذا الاري بيبرازول بيشتغل حاجه اسمها بارشال اجونست، بس ده الكلمه اللي انا عايزك تعرف عليها. يعني ايه بارشال اجونست؟ يعني في الاول بيكون دوبامين اجونست، بعد كده يقلب معايا انتاجونست. فدي مشكلته، انه في الاول ممكن يزود اعراض اسكيزوفرينيا، فعشان كده هو مش حلو قوي. كده احنا خلصنا الادويه الاساسيه اللي معانا. نيجي نتكلم بقى على الديوريشن. انت هتقعد تعالج لي امتى؟ قال لك والله الديوريشن ده حسب البروجنوزس. لو عندي بوزيتيف سيمبتومز بس وكان جود بروجنوزس، لا شورت تيرم، يبقى شورت تيرم تريتمنت. لكن لو كان البروجنوزس عندي باد بروجنوزس، يعني عندي باد، يعني عندي بوزيتيف ونيجاتيف سيمبتومز، لا ده هيحتاج لونج تيرم ثيرابي. كده خلصنا الديوريشن. في حاجه بقى نقول لك ممكن استخدم اوجيومنتيشن، يعني استخدم اكتر من دواء مع بعض. بيقول لي انت لو لقيت عندي، انت استخدم الحاله دي، قال لك لو لقيت الكور سيمبتومز، الكور سيمبتومز اكتب عليها كده اللي هي بوزيتيف سيمبتومز اند نيجاتيف سيمبتومز، دي هنسميها الكور سيمبتومز اللي هي الاساس عندي. بعد كده لقيت داخل معايا حالات منتال إلنس، مشاكل في الدماغ، إلنس الدماغ بقى يحصل فيه بقى مشاكل زياده. زي ايه المنتال إلنس؟ مانيا. مانيا دي بنسميها الهاير مود، اللي هو فايرنج، الشخص عالي مع الدماغ، دماغه في السحاب، هناخدها ان شاء الله مع بعض. او ديبريشن بنسميها اللو مود، واطي في الارض، مكتئب، مفيش اي حاجه، او حصل عنده شويه قلق، انكزايتي. لو لقيت حاجه من الثلاث اعراض دول بنسميهم منتال النس، مع البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز، لا يبقى انا كده محتاج اوجمنتيشن او بنسميها بولي فارماسي. يبقى لما تسال امتى استخدم البولي فارماسي اديني عرفت. طيب ايه اللي ممكن استخدمه؟ قال لك انا كده كده هستخدم الانتي سايكوتيك، تمام، عشان اعالج الحاله اللي قدامي. قال لك لو عنده مانيا اديله انتي مانيا، عنده ديبريشن اديله انتي ديبريشن، عنده انكزايتي اديله انكزيوليتيك. خلصنا كده كومباينيشن حلو اهو على حسب الحاله اللي قدامي، مش محتاج كلام. قال لك لو انت فاكر مثلا كلوزابين، هذا الكلوزابين اعلى من 600 مللي جرام كان بيعمل سيجر. قال لك انا ممكن استخدم لو دوز للكلوزابين، مع لو دوز اعمل كومباينيشن مع الريسبريدون. طب ليه كل ده؟ قال لك كل ده عشان افويد السايد افكت اللي هو السيجر، معلش الدوز. طب يا حاج انا محتاج جرعه عاليه من الكلوزابين، طب انت هتعلي في الكلوزابين؟ لا زي ما قلنا تدي معاه بقى لاموتراجين او فالبوريد، تدي حاجه من الاثنين دول، ده بنسميها اوجمنتيشن، يعني استخدام اكتر من دواء مع بعض، يعني بولي فارماسي. والله عندي مانيا اديله انتي مانيا معاه، ديبريشن اديله انتي ديبريسنت، انكزايتي اديله انكزيوليتيك، عايز تبعد عن السيجر سايد افكت اقلل الدوز بتاعت الكلوزابين مع ودي معاه ريسبريدون يسند. لكن لا انت مش عايز تستخدم ريسبريدون، ممكن تستخدم كلوزابين في هاي دوز لوحده، بس هتستخدم معاه انتي كونفالسنت تدرج زي اللاموتراجين اند الفالوبريد. قال لي اخر حاجه في التريتمنت ده انا هاخد شويه انتراكشن، دراج انتراكشن. دراج انتراكشن اول دواء عندي هو الكاربامازيبين. هذا الكاربامازيبين هو عباره عن انتي كونفالسنت دراج، وهو عباره عن انزيم انديوسر. هذا الانزيم انديوسر يزود الميتابوليزم، كلام بقى اول حصص ميتابوليزم. وهذا الذي يزود الميتابوليزم يقلل عند الافكت. طيب بيعمل يزود الميتابوليزم اوف مين؟ قال لك في 3 ادويه: الهالوبريدول، ريسبريدون، اولازيبين. اولانزيبين يبقى الاولانزيبين، ريسبريدون اند الهالوبريدول بيزود الميتابوليزم بتاعهم الكربامازيبين، لانه عباره عن انزيم انديوسر، ودول بيحصل لهم ميتابوليزم الليفر. تمام. تراي سايكليك انتي ديبريسنت، لو خدته مع عائله الفينوسايازين
اللي هو اي حاجه اخرها زين. دكتور طارق مش هيجيب لك فينوسايزين، هيجيب لك اي دواء من العيله. هذا الترايسايكليك انتي ديبريسنت اصلا لها انتي كولينرجيك سايد افكت، وهذا الفينوسايزين له انتي كولينرجيك سايد افكت، فهلاقي عندي الانتي ماسكارينيك او الانتي كولينرجيك سايد افكت زياده، انتي ام سايد افكت هلاقي زياده. وكمان هذا الترايسايكليك انتي ديبريسنت مع الفينوسايزين الاثنين مع بعض هيؤدي الى زياده الاكسترا بايريميدال سيمبتومز، واحنا عارفين ان الفينوسايزين طبعا من الاولد جنريشن. حلو. حلو. قال لك الانتي سايكوتيك دراج، بعض الانتي سايكوتيك دراج زي ما عرفنا بتشتغل على H1 ريسبتور فتعمل سيديشن، وكذلك الكحول كان بيعمل سيديشن بس سنترال مش على ال H1 ريسبتور. هذا السيديشن مع هذا السيديشن ممكن يؤدي الى زياده السيديشن. يبقى نقول الانسر قد يؤدي الى زياده السيديشن اوف الكحول. اخر دراج انتر اكشن في عيله كده اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، دي عيله انتي ديبريسنت دراج هندرسها ان شاء الله قدام. فيها كذا ممبرز، فقال لك كل الممبرز بتاعها ما عدا السترالين. طب ايه هم الممبرز؟ قال لك فلافوكسامين، فلافوكسامين والفلوكستين باروكسيتين. الثلاثه دول وحشين، بيتفاعلوا مع الكلوزابين ويمنعوا الخروج بتاعه، مما يؤدي الى زياده الكلوزابين فيؤدي الى توكسيستي لانك منعت خروجه او كترت الكلوزابين في البلازما. لكن في سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور محترم اسمه السيترالين. سيرترالين هذا محترم على الاخر. ليه؟ ما بيعملش الكلام العك ده، ملوش دعوه بالكلوزابين، خده مع الكلوزابين وانت كويس. يعني لو لقيت مريض اكتئاب، ما احنا قلنا من شويه ممكن اعمل اوجمنتيشن وادي انتي ديبريسنت، فانا ممكن اختار سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور. هذا السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور لو هتختاره مع الكلوزابين خد السيرترالين، ما تاخدش فلافوكسامين ولا فلوكستين ولا باروكستين. كده احنا خلصنا الدراج انتر اكشن للادويه بتاعه الانتي سايكوتيك او اللي سميناها انتي سكيزوفرينيا. نتكلم بقى على الادفيرس افكت للانتي سايكوتيك دراج او السايد افكت. اول حاجه اتكلمنا عليها السيديشن، دي خدناها قبل كده، وقلنا السيديشن سببه يا اما حاجتين من اثنين، يا اما بلوكينج ل H1 ريسبتور يا اما بلوكينج للسيروتونين 2A ريسبتور. واشهر دوايين بيعملوا الحاجات دول هما الكلوزابين والكلوروبرومازين. انت ممكن تقول ايه اللي فيهم اولهم كلوروبرومازين كلوزابين، دول بيعملوا سيديشن. حلو. حلو، ده اول حاجه. تاني حاجه اللي هو زياده الوزن، الويت جين. الويت جين ده بيحدث ليه؟ لما تروح تقفل الدوبامين ريسبتور اللي موجود في منطقه الهايبوثالاموس، كان يؤدي الى زياده البرولاكتين، برولاكتين، وهذا البرولاكتين كان يؤدي الى الويت جين. ده اللي احنا عارفينه. طيب بالظبط ايه اللي بيحصل؟ قال لك لما اقفل الدي ريسبتور اللي موجود في الهايبوثالاموس بيروح يعمل ديكريز للميتابوليزم، هقلل الميتابوليزم بتاع البرولاكتين. ده بالتحديد اللي بيحصل، اقلل الميتابوليزم فيزيد عندي البرولاكتين فيزيد عندي الوزن. طب مين اشهر حاجه بتعمل ويت جين؟ هم عيلتين، عيله الفينوسايازين وديت كانت تيبيكال، والعيله الثانيه اللي هي داي بنزودايازيبين اللي هي الكلونزابين والاولانزابين. تمام. ثالث حاجه اللي هي الجلوكوز ديسريجوليشن، ودي اتكلمنا عنها في الكلوزابين والاولانزابين. اول حاجه السبب بتاعي احنا قلنا ان اللي بيحصل ان بروح السبب اني بقفل ال 5 H2 HT2A ريسبتور اللي هو السيروتونين 2A ريسبتور. لما بقفله ده كان بيقلل الريسبونسفنس للبيتا سيل بتاعه البنكرياس، بيتا سيل اللي في موجوده في البنكرياس، فبالتالي ما تحسش بزياده السكر فما تطلعش انسولين، فما يقل عندي الانسولين، ولما يقل الانسولين هيزيد عندي البلاد جلوكوز، ولما يزيد البلاد جلوكوز ديت ممكن تدخلني في دايابيتس ميليتس بعد كده، فدي بنسميها جلوكوز ديس ريجوليشن. يبقى اي دواء ان شاء الله بيشتغل على سيروتونين 2 ريسبتور اتوقع منه يحدث جلوكوز ديس ريجوليشن. طب من هم اهم حاجه اللي احنا خدناهم؟ الكلونزابين والاولانزابين.
ده احنا الكلام ده خدناه قبل كده وبس احنا بنكرره تاني. تمام. تمام. رابع واحد اللي هو الكاردياك ادفيرس كاردياك. احنا خدنا من الكاردياك برضه هم الكولونزابين والاولونزابين يعملوا اندوكاردايتس، نفس الكلام بنعيده، بس بنقول ان هنا ان هذا الكاردياك ادفيرس افكت او بيؤدي الى ما صدن ديس، قد يؤدي الى صدن ديس. ولذلك بقى لما استخدم انتي سايكوتيك دراج بقى المونيتورنج بتاع الاي سي جي مهم جدا، لازم اشوف رسم القلب باستمرار وعلى شكل دوري. ده اول سبب يعمل لي كاردياك ادفيرس افكت اللي هو الاندوكاردايتس بسبب كلونزابين والاولنزابين. تاني حاجه على الكارديو ممكن يحدث عندي تاكيكارديا. ده امتى؟ لو اشتغلت على ام ريسبتور عملت لها بلوكينج، بالذات ام 2 ريسبتور تحديدا. يعني نقول ان الادويه التي لها انتي كولينرجيك سايد افكت، يبقى اي دواء له انتي كولينرجيك سايد افكت لانه بيقفل ام 2 ريسبتور هيؤدي الى تاكيكارديا، يؤدي الى كاردياك ادفيرس افكت. من اهم حاجه بتعمل كاردياك ادفيرس افكت وبالتحديد اندوكاردايتس هم الكلونزابين والاولانزابين، دي قلناها قبل كده. كده احنا خدنا اول 4 ادفيرس افكت. نيجي ناخد خامس ادفيرس افكت معايا اللي هو الانتي كولينرجيك سايد افكت. الانتي كولينرجيك سايد افكت ده احنا عرفنا ان اي دواء بيشتغل على ام 3 ام 2 ام 3 2 ريسبتور بالتحديد او الماسكارينيك ريسبتور ان جنرال هيؤدي الى الانتي ماسكارينيك او الانتي كولينرجيك سايد افكت. طب ما هي الانتي كولينرجيك سايد افكت؟ حافظوا انها زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع، زغلوله بلارد فيجن الناشفه دراي ماوس حبست يورين ريتنشن جوزها جلوكوما ابو سريع تاكي كارديا، وبالاضافه الى الكونستيبيشن. جميل. جميل. طيب مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ قال لك عندي كذا حاجه. اول حاجه الفينوسايازين العيله بحالها، فينوسايازين، والبيمازايد، بيموزايد، بالاضافه الى الكلوزابين. احنا قلنا الكلوزابين لا هو شغال على الام شويه، بالاضافه الى ثايوريدازين، ثايوريدازين. ثايوريدازين ده من عيله الفينوسايازين برضه، بس ايه دكتور طارق حدده بالتحديد ثايوريدازين. يبقى عيله الفينوسايازين كلها البرونوزايد الكلوزابين واي حاجه اخرها زين من عيله الفينوسايازين. تمام. نيجي لسادس. سادس ادفيرس افكت عندي هي الهرمونال افكت، هرمونات بقى. ولما نيجي نتكلم على الهرمونات هتكلم على السكس هرمون بالذات، السكشوال ديسفانكشن. طيب ليه؟ قال لك لما نفس الكلام انت قفلت الدي ريسبتور، الدوبامين ريسبتور اللي موجود في الهايبوثالاموس، ايه اللي حصل؟ قال لك زود البرولاكتين، لما قلل الميتابوليزم بتاع البرولاكتين فزاد عندي البرولاكتين. هذا البرولاكتين ليه ادفيرس افكت خطير. اول ادفيرس افكت يهمني هو في الفيميل جلاكتوريا، جلاكتوريا يعني نيبل ديسشارج، ميلك نيبل ديسشارج، او امنوريا، امينوريا. هذا الآ يعني ما فيش، منوريا يعني منستيوريشن، يعني ما فيش منستيوريشن بيحصل لوس المنستيوريشن. طيب بالنسبه للميل دول احنا حافظين سايد افكت اللي على الميل، لوس اوف ليبيدو اللي هي الشهوه، ما عادش فيه شهوه، امبوتنس ضعف جنسي، بالاضافه الى جينيكوماستيا التثدي. تلاقي الشخص حصل عنده لوس اوف ليبيدو، ميل امبوتنس، جينيكوماستيا، والفيميل يحصل عندها جلاكتوزوريا بالاضافه الى الامينوريا. دي بالنسبه للفيميل، ودي للميل نفرق، لان الدكتور طارق ممكن يقول لك ايه في الميل وايه في الفيميل، طبعا دي مش محتاجه حاجه يعني واضحه. طيب ما هو الادويه اللي بتعمل المشاكل دي كلها وتزود البرولاكتين وتعمل الحاجه دي؟ لو فاكر احنا قلنا المين بتاع السايكوتيك دراج انها تشتغل على الدوبامين ريسبتور، وقلنا الدوبامين ريسبتور ليه مناطق، وقلنا انه نوت سبيسيفيك سايت، يعني اللي بيشتغل في منطقه الليمبك ممكن يشتغل في الهايبوثالاموس، اذا كله قد يشتغل في منطقه الهايبوثالاموس، يبقى اول انتي سايكوتيك دراج ممكن تعمل المشاكل دي، بس بالتحديد وهايلي ماركت مع مين؟ مع الكلوزابين. يبقى الكلوزابين ده اكتر واحد، لكن كل الانتي سايكوتيك دراج ممكن تعمل الهرمونال ديسريجوليشن او الهرمونال افكت والسكشوال ديسفانكشن. سابع ادفيرس افكت هو البوستشرال
هايبوتنشن. هايبو ايه فكره البوستر هايبوتنشن؟ طبعا لما اعمل بلوك للالفا ريسبتور، لما تعمل الالفا ريسبتور تعمل لها بلوكينج يحصل فازو دايليتيشن، فازو دايليتيشن الدنيا بوسترال هايبوتنشن. البوسترال هايبوتنشن في عله مهم هي اللي بتعملها، عله الفينوسيازين، بالاضافه الى الكلوزابين. وانت بتذاكر الصفحه دي النص اللي على الشمال جمع الكلوزابينات مع بعض، تلاقي الكلوزابين متكرر كذا مره، جمعهم مع بعض وضيف بقى عليهم ايه الحاجات التانيه، الفينوسيازين اتكرر كم مره، وكده هتلاقي الدنيا سهله جدا. من اشهر المشاكل اللي بنتكلم عنها دايما مع الانسايكوتيك دراج هي الاكسترا بايريميدال سيمبتومز، لكن زي ما اتكلمنا في ايه اول الحصه انها بتحدث مع التيبيكال اللي هي الاولد دراج وليس مع النيو. طيب بالنسبه بقى للاكسترا بايريميدال سيمبتومز دي عباره عن ايه؟ قال لك هي بتضم 5 سيمبتومز. اول واحده اسمها اكافيزيا. يعني ايه اكافيزيا؟ قال لك دي عباره عن الليج او الرجل بتتحرك من مكان لمكان سواء فوق لتحت او يمين لشمال بحركه كونستانت، يعني تلاقي الراجل قاعد معاك رجله كل شويه طالعه نازله، راح يمين راح شمال، يمين شمال فوق تحت، حركه كونستانت، حركه ثابته بتتحرك رابيدلي، يا اما اب داون يا اما شيفت من بوزيشن تو بوزيشن. دي كده الاكافيزيا. تاني حاجه اسمها ديستونيا. الديستونيا بتلاقي هي حركه غصب عنه، تلاقيك قاعد جنبه ويقوم هوب بايده رزعك قلم، هو مش قصده، بالعكس الحركه دي بتكون بتألمه وانفوليونتري، يبقى انفوليونتري غصب عنه وكمان بينفول، بس بيحدث عندي ماسل كونتراكشن فبيضطر مثلا يقوم رزعك بالقلم، تلاقيه ماشي قاعد جنبك في امان الله تقوم خبطك برجله شيطك. ليه؟ حركه غصب عنه لان عندك اكسترا بايرميدال سيمبتومز، وطبعا بتكون مؤلمه ليه وغصب عنه. نيجي بعد كده ثالث حاجه اسمها اوكيولوجيريك. اوكيولوجيريك كرايسيس. ديت عباره عن ايه؟ عباره عن الاي بول بتاعته بتطلع فوق وتاخد جنب، تطلع فوق وتروح للسايد، تقول له يا ابني ركز معايا، يبص لك نص ثانيه وتلاقي عينه طلعت فوق وراحت للجنب، يا ابني يقوم باصص لك بعد كده عينه تطلع فوق ويروح للجنب، دي غصب عنه فبنسميها ابورد موفمنت للاي بول بالاضافه الى سايد وول. تمام، ده كده بالنسبه للاوكيولوجيريك كرايسيس. في بقى حاجه اسمها باركنسون لايك سايد افكت، يعني هي الاعراض الشبيهه بمرض الباركنسونيزم. ايه هم؟ يهمني فيهم اول اثنين التريمور والريجيديتي، ديت اكتر حاجه مميزه اصلا للباركنسونيزم، التريمور والريجيديتي. قال لك كمان هلاقي عنده الفيشيال اكسبريشن مش موجود، تعابير الوش مش موجوده، الفيشيال اكسبريشن بالاضافه الى اكسسيف سلايفيشن، تلاقيه منزل سلايفا كتير، تعابير وشه مش موجوده، متخشب ريجيديتي، تريمور يعني رعشه، يبقى بيرتعش ومتخشب، مفيش تعابير وش بالاضافه الى اكسسيف سلايفيشن. نيجي بقى لخامس سيمتومز في الاكسترا بايريميدال سيمتومز ونركز مع بعض، اسمه تاردف ديسكاينيجيا. ايه تاردف ديسكاينيجيا؟ بقول لك هي ديستونيا، يعني ايه اربطها بالديستونيا اللي هي ايه بينفول انفوليونتري موفمنت، بس الفرق انها كرونيك طول الوقت بتجيله، وجنرالايزد مش في مكان واحد. يعني الديستونيا تلاقيه خبطه بايدك، خبطك بايده رزعك قلم، لكن هنا لا، تلاقيه شغال ايده رجله الاكستريميتيز كلها، الطنج تلاقيه لسانه كل شويه قاعد يطلع ينزل يتحرك غصب عنه وبينفل، الجو الفك تلاقيه قاعد يطلع لقدام يرجع لورا، النك تلاقيه كل شويه يحرك رقبته يمين شمال يمين شمال، حركه بينفل وانفوليونتري، لكن بنسميها كرونيك اند جنرالايزد عشان نفرقها بينها وبين الديستونيا. تمام. فكره الطرد في سكاينيجيا واعرف انها عشان هي اوحش حاجه فيهم لحد دلوقتي، فهي ما بتجيش الا بعد ما عالج 1 يير، يبقى لو قاعد ياخد الانسايكوتيك التيبيكال انتي سايكوتيك دراج لمده سنه يحدث عندي الاكسترا بايرميدال سيمتومز اللي هي منها الطرد في ديسكاينيجيا، انما الباقي ممكن يحصل بدري عن سنه. تمام. طب ازاي امنع بقى الاكسترا بايرميدال سيمتومز؟ قال لك حاجتين، والله مش هي بتيجي مع التيبيكال دراج، استخدم الاتيبيكال واخلص. طيب لا والله الحاله مش مساعده، مثلا الاتيبيكال دراج دي غاليه عليه او لاي سبب إن كان شايفين ان الدكاتره لازم نكمل على التيبيكال، كمل على التيبيكال بس قلل الدوز. يبقى لو استخدم التيبيكال قلل الدوز، لو الاحسن والافضل انك تشفت على الاتيبيكال دراج وتريح نفسك.
هنتكلم بقى على اخر مشكله ممكن تقابلنا مع استخدام الانسايكوتيك دراج، حاجه اسمها نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم. نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم اول حاجه لازم تعرف اول ما تلاقيها في بالك كده انها بتيجي مع الهالوبريدول فقط، اونلي لونلي هالوبريدول. وكمان هي حاله رير مش كومون، ولكنها لما تحصل قد تكون مميته سيريوس. ديت كده نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم. طب ايه السيمتومز بتاعتها؟ قال لك اغلب السيمتومز بتاعتها ماسلز. يعني ايه؟ هلاقي عندي ماسل سبازم، واللي يحصل له ماسل سباز يحصل عنده ريجيديتي، واللي يحصل عنده ريجيديتي تخشب قد يؤدي الى انه مش قادر يتحرك عدل، موتور ديستربنس. تمام، دول بنسميهم الثلاثه بتوع الحركه. طيب في حاجتين بقى سيستميك شويه. قال لك الفيفر بيجي له شويه حراره. كلمه مالجنانت اصلا لما تلاقيها في اي مرض غير امراض الاورام والحاجات دي اعرف ان فيها فيفر. مالجنانت دايما نربطها بفيفر، اي حاله مالجنانت اعرف ان فيها فيفر. مع الفيفر ده بيكون فيه شويه عرق، دايفروسيس. يعني وانت بتذاكر قول ثلاثه على المصل يحصل لها سبازم، بعد كده يحصل لها ريجيديتي وموتور ديستربنس. حاجه بقى بكلمه مالجنانت يبقى فيه فيفر، والفيفر يبقى معاه عرق، دايفروز. وكده كده المريض لان الحاله دي سيريس هلاقي عنده كونفيوجن. كده نقدر نعرف السيمتومز وننساها. طيب التريتمنت. قال لك والله التريتمنت ان اوقف الهالوبريدول، اعمل ويدرول الانسايكوتيك دراج. ولان في مشاكل في المصل اهي، والمصل ديت اغلبها اصلا بيكون بسبب انها الام ريسبتور شغال عليها، الام 3 ريسبتور. فانا ممكن استخدم حاجه انتي كولينرجيك. تمام. الانتي كولينرجيك هو اللي بيعاكس الايفكت بتاع الاستايل كولين، والاستايل كولين كان مسؤول عن الكونتراكشن بتاع المصل لما يشتغل على ان ام ريسبتور. فانا سوري، على الام ريسبتور. طيب فبالتالي انا بستخدم انتي كولينرجيك دراج عشان امنع المشاكل دي كلها. نيجي بقى دراج كده سبيسيفيك، كلوروبرومازين. كلوروبرومازين ليه سبيسيفيك سايدز افكت كده عباره عن كلمتين: سنسيتيفيتي، يا اما فوتو سنسيتيفيتي، يا اما بنسميها هايبر سنسيتيفيتي. يعني اربط معاه كلمه سنسيتيفيتي، يا اما بيعمل حساسيه من الضوء، يا اما عنده بيعمل هايبر سنسيتيفيتي. دي بتبقى individual variation من شخص لشخص. لكن اهم سايد افكت يميزه هي الاي بيجمنتيشن. تلاقي الاي سواء كانت اللينس العدسه او الكورنيا بتاعتك معتمه. ليه معتمه؟ حصل عليها بيجمنتيشن، اتلونت. طب ليه؟ بسبب الكلوروبرومازين. يهمني بقى اخر حاجه الاوف ليبل يوز اوف الكلوروبرومازين. هذا الكلوروبرومازين قد استخدمه كانتي ايميتيك، قلنا الكلمه دي في اول حصه. يبقى الكلوروبرومازين قد يستخدم كانتي ايميتيك. مشكلته انه بيعمل اثنين سنسيتيفيتي، فوتو اند هايبر، بالاضافه الى انه بيعمل هاي بيجمنتيشن للكورنيا واللينس، فيعمل عندي اوباستي. اخر حاجه في الحصه خالص هناخد شويه ادفايس وحاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتتعامل مع الادويه الانسايكوتيك. اول حاجه الدراج سيلكشن وانت بتختار الدواء. قال لك اعتمد على السايد افكت، بص على السايد افكت، ما تبصش على الكيميكال كلاس. يبقى بص اختار على حسب السايد افكت لكن ما بصش على الكيميكال كلاس. ما اقولش الحاله دي محتاجه بيوتيلي فينون فاميلي، محتاجه فينوسايزين فاميلي. مفيش الكلام ده خالص. احنا بنشوف والله الحاله دي ممكن يحصل لها عندها مشاكل كذا، فممكن الدواء الفلاني يزود السايد افكت الفلاني. احنا بنشوف كده، نعتمد على السايد افكت. تاني حاجه بقول لك لو حصل عندي التيبيكال ده التيبيكال وحصل منه سايد افكت، اعمل ايه؟ ادي الاتيبيكال زي ما قلنا في حكايه الكسترا يعني ده السيمتومز. يبقى لو لقيت تيبيكال سايد افكت ادي الاتيبيكال دراج هيشيل لك سايد افكت. كمان بنقول لو انا عندي حاله اكيوت سايكوزيس. يعني ايه اكيوت سايكوزيس؟ يعني عندي بوزيتيف سيمتومز اونلي. طيب اعمل ايه؟ هل اعلي الدوز؟ قال لك افويد الهاي دوز، ما تستخدمش الهاي دوز لانها نوت افكتيف. زيها زي اللو دوز، بالعكس انت ممكن تدخله في سايد افكت اكتر، زي السيجر لو هستخدم كلوزابين مثلا. تمام. تمام. طيب بقول لك لو حصل عندي ريفراكتوري،
او سميناها ريزيستنس. قلنا على طول هنستخدم مين؟ كلونزابين، بشرط ان الريفراكتوري او الريزيستنس ده يكون لتو سيبريت دراج. يعني امتى اقول بقى الحاله ريفراكتوري؟ اقول يكون انا خدت تو ديفرنت دراج، تو سيبريت علاج مختلفه، بس one of them is atypical. يعني انا خدت دوايين من عيلتين مختلفين، ميكانيزمين مختلفين، لكن واحد منهم كان اتيبيكال. تمام، ساعتها اسميها ريفراكتوري او ريزيستنت واستخدم الكلوزابين. تمام كده؟ تمام. لما اجي اختار الدواء كمان في السلكشن، خلينا نضيف كده في السلكشن حاجه ثالثه، اشوف الكوست. لازم ابص على الكوست تكون لوست كوست مع لو سايد افكت. يبقى ما اروحش اختار دواء غالي و اوكي هو تمام وكل حاجه واختار الغالي، في واحد زيه كويس ونفس ولو سايد افكت وما اعتمدتش على الكيميكال كلاس ومش هيعمل لي وهو اتيبيكال، فانا هبص على الكوست. يبقى السلكشن اقدر اقول انه يعتمد على السايد افكت، يعتمد على الكوست، وكمان لا يعتمد على الكيميكال كلاس. تمام. تمام. اخر حاجه في الادفايس اختار الفورميوليشن. في نصايح كده وانا بختار التحضيره بتاعتي، هل اختارها تابلت، كبسول، الحاجات دي. قالك في الفورميوليشن اختار الحاجه اللي بتحصل رابيد ريليز، احسن حاجه رابيد ريليز، او بنسميها كويك تاب، كويك كيو اي كويك تاب، اللي هي بتخش على طول تشتغل وتديني الايفكت بتاعي. يبقى استخدم الرابيد ريليز يا اما الكويك تاب بدل التراديشنال، دي نصيحه حلوه. ممكن استخدم انترا ماسكولار دراج، مفيش اي مشكله لو هو مش قادر ياخد اورال، او بستخدم حاجه اسمها ديبوت. ديبوت دي انا بدي زي الحقن بنسين طويل المفعول، بدي الحقنه النهارده الجسم ياخد منها تعمل كتله، والجسم ياخد كل يوم شويه كده على قد ما يحتاج. فبنسميها يا اما استخدم انترا ماسكولار يا اما استخدم ديبوت في حاله انه مش قادر ياخد اورال. ودي حاجه حلوه كنصيحه في الفورميوليشن. اخر حاجه وسؤال اللي بيجي في الامتحان في الليله بتاعت الادفايس دي كلها، لو انا باخد تيبيكال ينفع اخد تيبيكال زائد اتيبيكال دراج ات ذا سيم تايم؟ بيقول لك ده ممنوع، ممنوع منعا باتا، وممنوع يتوصفوا مع بعض دواء من قال تيبيكال مع اتيبيكال. ادي اتنين اتيبيكال ما عنديش مشكله، ادي اتنين تيبيكال ما عنديش مشكله، بس ما اخدش واحد تيبيكال وواحد اتيبيكال الا في حاله واحده، حاله التشينج اوفر اوف دراج. يعني ايه؟ انا دلوقتي شغال تيبيكال وهشفت على اتيبيكال، هشفت، فبقعد اقلل الدوز بتاعت الاتيبيكال واحده واحده، وفي نفس الوقت ابدا في الاتيبيكال ادي الدوز ازود واحده واحده. فبالتالي انا خدت تيبيكال واتيبيكال في مرحله التغيير. المرحله او الحاله الوحيده اللي ممكن استخدم فيها تيبيكال مع اتيبيكال هي تشينج اوفر اوف ذا دراج. ديت سؤال امتحان اكزام، هتلاقيني كاتب لك جنبها مهمه اصلا. كده احنا خلصنا الحصه، انا عارف انها حصه طويله جدا، لكن كان لازم احاول المها لكم في حصه بدل ما اشرحها على مرتين. واللي عنده اي حاجه يبعت لي ان شاء الله بالتوفيق.